ياسر ابراهيم ولا ياسر ابراهيم. كان ياسر ابراهيم. تمام يا كابتن سيد، كابتن سيد قبل ما تكمل بس معاك رضا عبد العال يا كابتن سيد. اتفضل. طبعا نجم مصر. ازيك الاول ومنور البرنامج. ميرسي يا كابتن رضا. ربنا يبارك لك يا مهندس الكره المصريه حبيبي، ربنا يبارك لك. يعني الكره دي ولا الكره بتاعت امام عاشور في كاس مصر اللي كان في السعوديه؟ انت بتقارن بين الموقف ده والموقف ده بالظبط، لان هنا سيف الجزيري ما لمسش الكوره لا هو ولا ياسر ابراهيم. ممتاز. تمام. تعرف لو كان الكابتن سيف الجزيري لمس الكوره كان يتعاقب، بس تحت بند تاني اسمه التداخل في اللعب، لانه لاعب. ايوه لمسها. انما هو هو لو كان لمسها كان هيتعاقب برضه، بس تحت بند تسلل تداخل في اللعب، وما كانش الحكم هيطلع يشوف لو الكابتن سيف الجزيري لمسها، لان دي بقت حقيقه. انما التاثير اللي عمله كابتن رضا، حضرتك تقول اثر او ما اثرش، انا اقول اثر او ما اثرش، فهنا لازم الحكم يطلع يراجع على الشاشه بره، لان ده سبجكتيف ديسيشن، قرار تقدير. التاثير ده قرار تقديري. فلذلك الفار استدعى الحكم علشان يشوف التاثير، عشان ما تحسبش يا كابتن من الاخر يعني. نعم، عشان ما تحسبش كابتن. الراجل ما لمس لا هو ولا ياسر. ايوه، وخلي بالك ايد ياسر معديه الجزيري ايده. برافو عليك والله. سؤال ذكي، وانا عارف ان حضرتك عارف القانون، بس بتسال علشان الساده المشاهدين. على فكره الايدين ما تغطيش التسلل. ليه يا كابتن؟ طب استنى بعد اذن حضرتك. اتفضل. لو الكرة دي مثلا جت في ايده في نفس الوضع ده، النهارده اسامه جلال في الماتش بتاع الثالث والرابع يا كابتن نفس الكرة كده عملها واتحسبت عليه ضربة جزاء. ممتاز يا كابتن رضا. بص حضرتك، اتفضل. احنا هنا في اللعبه دي بتاعت سيف الجزيري، اللي هو اما نط حضرتك واثر على اللاعب، ده الحدث اللي حصل عليه. ما لمسوهاش يا كابتن الاثنين. نعم، هي كرة على منهم الاثنين، الكرة معدياهم الاثنين. ايوه يا فندم، بس الوقت ما اثرش. اثر فين؟ اثر لو الكلام ده هو لمسها وراحت في المقص. لا يا فندم، بص حضرتك كابتن رضا، لو لمسها هيتعاقب بالتداخل في اللعب. ماشي، هتبقى اوفسايد. بالظبط. ما لمسهاش، اللي هو سؤالك بقى، ما لمسهاش، اثر على الراجل ده اما عمل تيك اوف. ما بقولش حضرتك منع، بقول لحضرتك حد من قدره المدافع. انا اما نط معاك لفوق يا كابتن رضا والكره عاليه، هيبقى انا امكانيه ان انا اوصل لها 50 وحضرتك 50، لان انا اثرت عليك. اما تكون طالع لوحدك 100% هتلعبها باريحيه. انا كابتن رضا. طيب كابتن لا استنى بس كابتن، طب قول لي بقى، هل دي اللي فيها وضوح تسلل ولا بتاعت امام عاشور في ماتش كاس مصر؟ ايوه كابتن رضا، انا مش عايز، انت كلام حضرتك صحيح، ولكن انا النهارده جاي عشان اقول الحاله دي يا كابتن رضا. احنا لو قعدنا نعدد في اخطاء، اذا كانت حاله قبل كده فيها خطا مش عايزين نقارنها بحاله صح. فعايزين يعني انت شايف ان حاله امام عاشور في نهائي كاس مصر كانت حاله خطا؟ والله بص يا كابتن، وبالتالي ماشي اوكي، خلينا بس نمشي بس عشان اخلص بس القصه بتاعت سيف الجزيري. اتفضل. والغاء هدف سيف الجزيري هو الغاء صحيح. بص حضرتك، انا مش تصريحي كده، انا اقسم لك بالله انا ما متذكر لعبه امام ماشي عاشور. خلاص، يبقى نجيب امام عاشور على جنب. انت بالنسبه لهدف سيف الجزيري الغاؤه صحيح. مظبوط. في حاجه ثانيه بقى يا كابتن رضا، اتفضل، عايز اقول لك عليها. هنفترض ان الحاله دي مش تسلل. لحظه تسديد سيف الكره في المرمى كان في واحد واقع جنب الشناوي. ايوه صح ولا لا؟ حصل. لو لحظه التسديد دي يا كابتن رضا بنفس المقياس اهو، اللي واقع على الارض ده اثر على الكابتن شناوي، وانا مالي برضه كان، وانا مالي يا جت فيه الكلام ده. لو جت فيه وغير اتجاهها يا كابتن. انما كابتن المشكله كلها يا كابتن مصر، يا كابتن الكرة اصلا اتلعبت، جت في رجل الشناوي، رجعت في واحد مغطي وراه اللي هو رامي ربيعه، وفي المسلوسي واقع. هو اللي واقع ده على الارض بيحسب اوفسايد؟ بص حضرتك كابتن رضا، انا بس مختلف مع حضرتك في حته. كونك تلعب الكوره، يعني الكابتن سيف الجزيري لو لعب الكوره بدماغه هيبقى تسلل، ما لعبش الكوره بدماغه هيبقى تسلل برضه، بس نوع تاني من التسلل. اتفق معايا على دي اول، اللي هو التداخل مع خصم.
يا كابتن ما انا ما لمستش، لا انا ولا المدافع لمسنا. القانون الكرة عدتنا احنا الاثنين. قانون ايه ده؟ قانون ساكسونيا ده يا كابتن. لا يا بص يا كابتن لا. مصر، كابتن لا يا مصر، كابتن هم لا يا اصلا كابتن لا. اول ما الكرة دخلت ارتبكوا في الفار، وطبعا بص يا الاستاذ كابتن فلان والكابتن فلان قاعدين في واحد رقم واحد ورقم اتنين، فقاموا جايين اقول لك على حاجه، قبل ما الكرة تترفع سيف الجزيري اوفسايد. اول ما الراجل حط الكرة يعني حط رجله في الكرة كان ياسر ايديه مغطيه، خلاص الموضوع هي ايديه دي مش من جسمه. هو انتوا لما بتقولوا ان ايديه اتفردت عشان ان هي بقت اكبر من جسمه مش بتعمل مساحه؟ هي عملت مساحه بعد سيف الجزيري، وارجعوا بصوا عليها يعني، ارجعوا لما الخطوط اتعملت ايد ياسر ابراهيم فين؟ بص يا كابتن رضا، كابتن اسلام بعد اذن حضرتك، الكابتن رضا انا بحترم رايه تماما، لان هو اولا لعيب كبير ونجم كبير وله الاحق ان يقول رايه زي ما هو عايز، وله مني رايه كل الاحترام. اما القانون فكابتن رضا والله ده مش قانون ساكسونيا. عايز اوضح لحضرتك تاني يا كابتن اسلام. طب اقول لك على حاجه يا كابتن. ثواني بس يا كابتن. لا 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 ثواني، خليك انا عايزكم تدوني بس ماشي كمل يا كابتن سيد. ايوه وبعدين التعقيب ليكم. ماشي. بص يا كابتن، لو الكابتن سيف الجزيري لعب الكره بدماغه هيحاسب بالتسلل، لو الكابتن سيف الجزيري بنفس الوضعيه عمل التيك اوف دي عندنا اسمها تاثير على المنافس، وفعلا بيتعاقب كونه تسلل. ادي واحد. الحاجه اللي انا عايز اوضحها، الايدين يا فندم ما بتغطيش التسلل، لان الايدين دي لو لمست الكره بتبقى مخالفه. اخر جزء بيغطي التسلل يا كابتن اسلام اللي هو اعلى الكتف، اخر نقطه في الكتف دي حضرتك، والعضد اللي هي الحته اللي تحت الكتف دي مسموح تلعب بيها الكره بس، فاذا دي بتتحسب انك مغطي بيها التسلل. طيب ده طبعا زي ما سمعتوا كان الاختلاف والجدل بين رضا عبد العال وبين الخبير التحكيمي سيد مراد في موضوع هدف سيف الجزيرة لو هدف ولا تسلل. طبعا رضا عبد العال مصر الكرة مش تسلل وانها هدف، والخبير التحكيمي قال لا انها تسلل، وكان ده الاختلاف بين الاتنين. دلوقتي نسيب لحضراتكم بعد ما سمعتوا الفيديو تقولوا ردكم، هل فعلا كرة سيف الجزيري اوفسايد ولا هي هدف صحيح؟ وما تنساش تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات واشتركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.